يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ انا ميري انوار ودي قناتي. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا جدا عن ميزانية البيت وازاي اجيب طلباتي وخزين بيتي. بس قبل ما ابتدي حابة اشكر كل متابعين من مصر وخارج مصر على تشجيعهم ليا وتدعيمهم لقناتي، بشكرهم جدا جدا. مع بعض نشوف اشترينا ايه في الفيديو بتاعنا وازاي تمشي مصروف بيتك. شايفين الحاجة دي خزين بيتي من 20-30 يوم. الحاجة اي نعم غليت بس مش هنبطل ناكل. الست الشاطرة بيتها هيبقى مليان كل حاجة فيه ومليان خير. تعالوا نشوف مع بعض جبنا ايه. انا اهم حاجة عندي ده كله حاجات على قد ايدي، مجيبش حاجة قليلة ولا حاجة ناقصة. بيتي فيه كل حاجة. جبت الدقيق، والبيت اللي مفيهوش دقيق مفيهوش اي خير. انا جبت من كل نوع كيلو، ده لجميع الاغراض وده للكيك والتورت شايفين معايا كده، والنوع التالت للكحك والبسكويت. يعني حابة نعمل يبقى بيتنا فيه خير. شايفين لو جبتيهم كلهم من كل الاغراض هيشتغل معاكي كل حاجة تمام. من كل حاجة كيلو، صدقوني الحاجة غليت جدا جدا. يعني على قد ما تقدري جيبي اللي يكفي بيتك مش اكتر ومشي امورك. هنا بقى الضحى ده اغلى انواع الدقيق. بصراحة أنا جايبة كيلو هينفعني في الفطاير وفي الكوكيز والحاجات اللي هي بتكون يعني إيه عايزة خدمة حلوة قوي في العجين بتاعها. تمام. وده نوع برضو مختلف برضو، جايبة المعجنات للتوست للفينو للبقسماط، حلوة قوي قوي. هو دول غاليين شوية بس إيه برضو جبت من كل نوع كيلو. وده كيلو سايب أنا جايباه ليه أعمل بيه القرنبيط، أعمل بيه السمك، أقلي بيه السمك، هينفعني جدا جدا. طبعا مش هستخدم الضحى في قلي السمك وكمان القرنبيط. تمام. جبت كده من كل حاجة كيلو. شوف مع بعض ايه تاني. المكرونات، مفيش بيت خالي من المكرونات. ولادنا بيحبوا المكرونة جدا جدا مع البانيهات. شايفين لازم اقدم مكرونة مع بانيه مع بفتيك. جبت برضو كذا نوع، في الغالي وفي الرخيص. جبت اشكال مختلفة، وجبت كيسين شعرية، وجبت لسان عصفور، وجبت مكرونة اللي هي مكرونة فرن. طبعا جبت كمية انها هتكفيني بيتي وعلى قد متناول ايدي. شايفين كده. شوف مع بعض جبنا ايه تاني. ده الرز طبعا انا مش بحب السايب الا يعني لما اعمل كفتة. جبت من دوت حوالي 4 كيلو او 5 كيلو، وده السايب للكفتة بتاعتي اللي باخد منه دقيق الرز. شايفين طبعا كل حاجة ليها حاجة، مينفعش اجيب رز غالي اعمل بيه كفتة. تمام معايا كده. ده للرز بشعرية وده للكفتة. وده بقى معايا رز اللي هو الرز البسمتي، جايبه نوعين، رز صغير ورز هو الطويل. ده الكيلو وصل معايا ل60 جنيه. شايفين ده نوع ب40 وده نوع ب60. جبت برضو من كل نوع نص كيلو. حلو قوي خزين بيتي. بقى نشوف مع بعض جبنا ايه تاني. دي اللازانيا، دي حبيبتي الجماهير. شايفين حلوة جدا. طبعا نوع ملكة حلوة قوي قوي. كانت الأول العلبة ب15 جنيه، غليت بقت العلبة ب20. ده كان المحل نزل لها عرض الاتنين ب35، خدت الاتنين. شفتوا أنا شاطرة ازاي؟ شوف مع بعض. طبعا أنا جبت هنا فول صويا، بحب أحطه على يعني جزء صغير على الهمبرجر وينفعني قوي قوي في الصيام. وكمان معايا برغل. البرغل هنا حلو قوي. طبعا بنحطه في الكبيبه، بنحطه مع همبرجر مع لحم مفرومه. مش هروح اجيب نوع الضحى، نوع غالي عشان افرمه. بقى حلو. بصوا متنقي ازاي وجميل جدا. جبت نص كيلو، حلو قوي قوي عجبني ونضيف جدا ومش هيخسر في البيت. نكمل بيت حاجاتنا، نكمل مع بعض. هنا معايا ايه، ده قمح بليله. جبت برضو نص كيلو، ولادي بيحبوها جدا خصوصا في الشتاء. كمان جبت نص كيلو فول مدشوش. صدقوني الحاجه غليت جدا جدا. نعمل مع بعض طعميه او بصاره. وده نص كيلو عدس اصفر بعد دخول الشتاء، هنجيب منه كميه حلوه قوي قوي. وكمان معانا هنا حمص مستورد. انا بحب اجيب الحمص يبقى كبير جدا، مش بحب البلدي. كده معانا حاجه الكشري وهنعمل مع بعض كشري. وادي كمان العدس وجبه، جبت ربعين. كده حاجة الكشري كاملة مكملة. شوف ايه تاني معانا. دي بقى لوبيا ام عين سودا، حلوة جدا. ودي فاصوليا ناشفة تنفعني اوي في الصيام. يعني مش عندي حد بيحبها غير انا وبنتي الصغيرة، تنفعني اوي في الصيام اللي جاي. ده بقى بصوا بقى، ده زيت كريستال. انا بحب عباد الشمس. كانت الازازة دي كانت ب80 جنيه، النهاردة وصلت 120 جنيه وكمان مش لاقياها. انا بحبها جدا في اكل سواء صيامي او فطاري. حلو كده.
يعني بقى ايه طالبين فنكوش ما بيجيش مغلف، بيجي بالشكل ده بألف هنا. ودي كل مشترياتي هتكفيني 15 أو 20 يوم. طبعا بيتي أنا مش فاضي، بيتي مليان خزين ومش بحب أخليه فاضي خالص. ممكن يكون عندي رز، ممكن يكون عندي شعرية، يعني الحاجات دي موجودة وعندي دقيق. بس طبعا أنا نزلت جبت خزيني بجيب حاجات تكفيني. البيت لازم يكون مليان خير. حد يجيلك مثلا نص الليل، انت حابة تطبخي بدري تطبخي واخري، بيتك مليان. مش بحب اجيب حاجات قطاعي، لا بحب اجيب حاجات بالكمية. طبعا دي كمية اللي ظهرت لكم، بس انا بحب اجيب كمية كتيرة. باكيتة رز، باكيتة سكر، انا بحب كده. اهلي عودوني، والدي الله يرحمه كان دايما يجيب لنا حاجات بالكميات. بس ده انا بتكلم على الست اللي على قد الظروف بتاعها. خليكي ام شاطرة، وده من بنود البيت. طبعا في فاكهة، في خضار، في لحوم. ربنا يساعد الناس كلها على الغلا اللي احنا فيه، وبألف هنا وشفا. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ومتنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل. باي باي.